السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مش هتوقفك في المطبخ كتير. هنعمل صدور الدجاج بطريقة حلوة جدا. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 2 صدور دجاج وواحد كمان من الأوراق. الميكس ده بيخلي طعمها أظرف كتير من إنها تكون صدور بس. وأنا دايما بحب أجيب الفراخ وبخليها بنفسي في البيت. معايا بقى 2 بصل مكعبات و2 كمان من الفلفل الرومي قطعتهم مكعبات، و3 معالق كبيرة من السمسم، و3 معالق كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة دقيق، و3 معالق كبار كمان من زيت السمسم. وهاخد كوباية وربع من المية، ممكن يزيد عن كده كمان. وهاخد كمان عصير ليمونة. هقطع أول حاجة الفراخ، هقطعها مكعبات صغيرة بحيث إنها تكون قد المعلقة. قد المعلقة يعني وأنا باكلها تكون صغيرة في المعلقة، ما تكونش كبيرة. وطبعا الصدور والواحد من الاوراق غسلتهم كويس جدا بملح ودقيق، وكمان عصرت عليهم ليمون وسبتهم شويه وبعدين شطفتهم بشويه ميه. هجيب بقى بوله واحط كل المكونات دي فيها، يعني هحط الميه والصويا صوص وعصير الليمونه والدقيق والزيت، وهقلب كل المكونات دي كويس جدا لغاية ما يبقى الخليط معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني كل المكونات تختلط ببعضها جدا وما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق. دلوقتي بقى هجيب ووك وهحط فيه معلقتين من الزيت، ولو متوفر زيت السمسم يا ريت يكون زيت سمسم، وهحط عليها مكعبات الدجاج وهشوحهم وهحط عليهم ملح وفلفل. بعد كده هنزل بالبصل المكعبات بعد الفراخ ما اتشوحت معايا، وهنزل كمان بالفلفل. هقلبهم بقى تقلبتين كده، يعني هسيبهم حوالي كده دقيقتين لغاية المكونات دي كلها ما تتشوح كده مع بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى هنزل بالصوص اللي عملناه، ولو لقيته محتاج مية تقدري تزودي. نخلي بالنا من الملح، ما نزودش الملح علشان الصويا صوص بتدي ملوحة للوصفة دي. هقلبها بقى كده كل المكونات دي تاخد غلوتين، وبعد كده هنزل ب3 معالق سمسم عليهم. وبعد ما نزلت بالسمسم هسيبهم ياخدوا غلوة، وبعد كده هنزلهم وتعالوا نغرفهم مع بعض. عملت بقى جنبها ايه؟ عملت جنبها رز بسمتي عادي جدا بالزيت، وحطيت مع فصين مستكة وفصين توم مفرومين، ونزلت بالرز دي شوحته وكملت رز عادي جدا خالص. بس الوصفة دي بيمشي معاها قوي او بيليق عليها الرز البسمتي، بيكون تحفة جدا افضل من الرز المصري. هغرف بقى كده في طبق او في قارب. تحطي بولة الرز ومعاها شوية من الدجاج بالصوص. زينيها بقى بأي حاجة خضرا عندك. وكده وصفتنا النهاردة خلصت سهلة وما أخدتش وقت مننا خالص خالص، وما وقفتكيش في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت كمان طعمها حلو جدا. يلا بقى متنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي لو أول مرة تشوفوا قناتي. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.